السلام عليكم. الكثير يجد المشكلة هذه في أجهزة الانفليكس، طبعا في الأجهزة الجديدة ولا القديمة. يجي هنا يقول لي نو كوماند وتجي لي العلامة هذه. طبعا حل هذه المشكلة بسيط جدا. طبعا ما نقوم بفرمتة الجهاز، لأنه في بعض الناس يقع في الخطأ ويقوم بفرمتة الجهاز. حل المشكلة هذه كما تشاهدون هنا عندي زر الباور وزر خفض الصوت مع بعض، أضغطهم الاثنين مع بعض كما تشاهدون. إذا جلست ضغط عليهم كذا إلى أن ينطفي الجهاز. بعد أن ينطفي الجهاز انتظر أن يشتغل من جديد كما تشاهدون. الآن أطول عليه لما ينطفي. إذا انطفى أتركه، ما أضغط أي شيء بعد ما ينطفي، أخليه يشتغل من نفسه، وبعد ذلك يشتغل وما في له أي مشكلة. المشكلة هذه تروح. الآن كذا كما تشاهدون انطفى. الآن انتظر يشتغل من نفسه، ما أضغط عليه أي شيء. هنا كما تشاهدون الآن تظهر علامة الانفنكس. الآن اشتغل طبيعي، ما في أي مشكلة.